أصعب السجون هي تلك التي لا قضبان لها ولا جدران تراها العين. سجون تبنيها لنفسك من نسيج أفكارك. هل جربت يوما أن تكون أنت السجان القاسي والسجين المظلوم في آن واحد؟ تخيل معي أن تجلس في غرفة هادئة تملأها السكينة الطاهرة، لكن رأسك يغلي بصخب المعارك وضجيج السيوف. ليس هناك من يهاجمك في الخارج ولا عدو يتربص بك خلف الباب، لكن عقلك في الداخل قد نصب لك كمينا لا تعرف كيف تنجو منه. إنه الارتياب الذي يقتات على روحك والتساؤل الذي لا يهدأ. لماذا حدث ذلك؟ وماذا لو حدث كذا؟ أنت لا تفكر فقط، أنت تحترق بنار التحليل المميت. ما ستستمع إليه الآن ليس مجرد كلام عابر أو نصائح متكررة، بل هو طريقك المرسوم لتحطيم جدران زنزانتك الفكرية وإخماد الحريق الذي يلتهم حاضرك. استعد، فقد آن لهذا السجين أن يتحرر. مرحبا بك في هذه الرحاب الساكنة، أو التي نروم سكونها وننشد صفوها. هل حدث أن انزويت بذاتك في معزل عن الضجيج بين جدران صامتة وأنوار خافتة، فأبت السكينة أن تطرق باب قلبك، بل على نقيض ذلك وجدت عقلك قد نصب لك فخاخ الحيرة وفتح أمامك أبواب الهواجس نحو متاهات لا تنتهي، ليرمي بك في أمواج بحاره العميقة. إنما تشعر به ليس تفكيرا نافعا، بل هو عذاب صامت وضياع للروح، كأن دماغك قد أصيب بجنون الكلام فلا يهدأ له صوت، وكأنك قد دخلت في وسط حرب شديدة بين ضلوعك. لا تعرف الهدوء ولا تعرف السلام، معركة قاسية تعيش على سكينة نفسك وتحطم طمأنينتك. تنشد العزلة لتستريح، فتستحيل راحتك مقسلة للذات ومحرابا للإدانة القاسية. هنالك تقوم بدور القاضي والجلاد معا، تسائل نفسك عن كل عثرة غبرت، وتحاسبها عن كل لفظة نطقت بها أو حبستها في صدرك منذ غابر الأزمان. تعيد اجترار المواقف وتكرير المشاهد آلاف المرات، وتنحت في خيالك نهايات بديلة، عسى أن يتغير القدر بقوة الوهم. لكن الواقع صخرة صلدة لا تلين للأماني، وما تجنيه ليس إلا التبدد والضياع. إن هذا الانغماس المقيت في التفكير ليس فراسة في الذكاء، بل هو طحونة تبدأ بموقف زهيد وتنتهي بغمة جاثمة تخلق الأنفاس. تأمل هذا الانحدار. يبدأ الأمر بهاجس ضئيل: أتراني كنت جلي العبارة في حديثي؟ لكن هذا الهاجس ما يلبث أن يستحيل وحشا كاسرا ينهش سكينتك، فتتساءل: ماذا حاك القوم عني في صدورهم؟ ألعلي بدوت ضعيف المنطق أو سقيم الفهم؟ ماذا لو شوهوا سيرتي وأساءوا ظنهم بي؟ وهكذا تجد صدرك يغلي بالقلق من خطوب لم تقع وأهوال قد لا ترى النور أبدا. هنا تكمن المأساة، فهذا التفكير لا يروم إصلاحا ولا ينشد مخرجا، بل يستنبط العلل ليغذي الرعب في نفسك ويبني من أوهام الخوف حصونا منيعة تحبس روحك خلف أسوارها. ثم تتوالى عليك سياط اللوم، فتندب حظك وتلعن ضعفك قائلا: ويلي، لماذا لم أكن أسد الهصور في ذاك المقام؟ لماذا نطقت بما نطقت؟ لو أن الزمان يرتد بي لقلت قولا بليغا يلقم الخصوم حجرا. تمضي في هذا السعي الذهني الملهث وأنت لم تغادر مضجعك، بيد أن عقلك قد جاب فيافي المهالك وقطع فراسخ من الأوهام في طرق مسدودة. فما تحصده بعد هذا العناء إلا النصب وتشتت الرأي وجلد الذات الذي لا ينقطع له مطر. لقد صار عقلك الذي هو نور هدايتك خصما ألدا يتربص بك، فتشك في صدق عزيمتك وترتاب في سرائر الخلق وتزدري قيمتك التي أعلاها الله عز وجل. والأدهى من ذلك أنك قد ألفت هذا الاضطراب، فخيل إليك أن هذا التمحص المرضي هو عين الحكمة وغاية العمق، بينما هو في حقيقته جزع مستتر يتسربل بسربال التحليل. ومن ثم
تنزوي بهجة الحياة فتكون حاضرا بجسدك غائبا بروحك عن كل لحظة ثانية، لأنك رهين خيالات لم تقع بعد أو ذكريات تولت وانقضت. ألا تعلم أن ما يقتل نفسك في هذا التفكير المضني هو غرور السيطرة؟ فنحن نتوهم أن مضاعفة التفكير ستفضي إلى جلاء الحقائق، بيد أننا كلما أوغلنا في هذا النفق غرقنا في ظلمات الحيرة. فما أبعد الفرق بين التفكير الرشيد كمصباح للبصيرة وبين هذا الإجرار الذي هو دوامة مهلكة تعتصر النفس دون طائل. ومن آثار هذا السم الزعاف أن ترى وهن الجسد يتبع كدر الروح، فتخفق القلوب وجيفا، وتضيق الصدور حرجا، ويهرب النوم من الأجفان، فتصير طريدا في سجن رأسك. كيف لك أن تنعتق من هذه الأغلال؟ أولا، كن جسورا في تعلم فن الإمساك، فإذا بدأت الأفكار تتلاطم كأمواج البحر فازجر نفسك بيقين وقل: قد آن لهذا السيل أن يقف. فقطع السلاسل في مبدئها أيسر من بترها بعد استحكامها. ثانيا، استعن بالقلم لتنفث همومك على الطراس، فإن الأفكار حين تتقيد بالقيد المكتوب تنكشف ضآلتها وتبين هشاشتها. ثالثا، حدد لأحزانك ميقاتا لا يتجاوز 5 دقائق، ثم أوصل الباب دونها، فما زاد عن ذلك فهو لهو بالجراح. رابعا، انصب لجسدك شغلا يسكت صخب عقلك، فإن المسعى البدني يربك خطوط النكد الذهني. خامسا، سائل نفسك بميزان العدل: أهذا الذي يؤرقني حقيقة شاخصة أم هو طيف من نسج أوهامي؟ سادسا، ترد برضاء الرضا عن المجهول، فلست بمحيط بكل خفية، ولست بمسيطر على نوايا العباد، ولا بأس أن تبقى بعض الأمور في طي الغيب. تذكر يا رعاك الله أنك لست بمحض أفكارك، بل أنت الذات التي ترقب تلك السحب العابرة، فلا تمنحها سلطانا عليك. إن الاستغراق في التفكير لن يرد فائتا ولن يقدم آتيا، بل هو المحور الذي يهدم بناء حاضرك. الحاضر هو الملك الحقيقي، فلا تبعه للقلق بأبخس الأثمان. خذ نفسا يشلو صدرك وأبصر بما حولك من النعم، فالواقع أرحم بك من هذا الاعتصار الذهني. يكفي أن تكون حاضر القلب فيما أنت فيه، لا سرينا لأوهام رأسك. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.